من هذه الحملة الممنهجة لتدمير المنتخب المغربي قبل كأس العالم القادمة في المغرب. حنا كندقوا ناقوس الخطر اليوم الاخوان، حيدنا من العاطفه ومن مجموعه الامور، كندقوا ناقوس الخطر لان كاينه حمله ممنهجه لتدمير المنتخب المغربي. لان كما قلنا المنتخب ما كيتفكش، قطر وصل للنصف، وفي الولايات المتحده الامريكيه رغم الظروف ورغم تداعيات كاس العالم للولايات المتحده الامريكيه كيفاش الاطوار ديالها والتنقلات والعيا والكيلومترات اللي مضروبه ومجموعه الامور والضغوط والحرب الاعلاميه ومجموعه الامور، واقوى المنتخبات اللي واجهناها والبرازيل وهولندا ومجموعه الامور وكندا وامور دول كبيره، وصلنا الى النصف بمعنى الربع في النظام الجديد ديال كاس العالم اللي ما وصلش فيها شي واحد. كيجيو الان كيخرجوا كيروجوا لنا مجموعه الامور وكيدفعوها، كيستغلوا السذاجه ديال بعض المغاربه وكيستغلوا الاحباط ديال بعض المغاربه، وكتنطلق البروباغندا الاعلاميه المدعومه من الخارج من اجل شحن المغاربه وخلق انقسام مغربي. هذه حقيقه وواقع، كل واحد كيدير الخدمه ديالو. كيما هما كيكتبوا تقارير علينا، حتى حنا كل واحد وخدمته، حتى حنا كنكتبوا تقارير، كل واحد كيكتب التقارير ديالو. والتقارير ديالنا بلي ان اليوم هما خرجوا كاتبين علينا تقارير وفرحين بالانقسام المغربي، وفي نظرهم بلي ان المؤامره ديالهم نجحت. اللي كتكلم على المؤامره، ما كاينش مؤامره، راك انت اللي كتامر على نفسك وانت اللي كتدعم المؤامره. استغلوا الاحباط ديال المغاربه وكيروج لهم بلي ان الماتش تباع. الله اكبر، ما هو دليلك؟ اودي ما عنديش دليل، ولكن الماتش تباع. شكون باع الماتش الشريف؟ الماتش تباع، تيسول القجاع. باعوا القجاع. الدوله باعت الماتش تباع. شنو هي الدليل ديالك؟ حكاو الواد واحد الوزراء فرنساويين جاو هودوا للصحراء ودازوا حق المغرب دشنوا شي مشاريع ولا شي اتفاقيات، صافي هذا هو الدليل. مزيان. الماتش تباع. شنو المقابل؟ لا، حاكميه يعفو عليه من جميع التهم وشركه القمار ومجموعه الامور، والماتش تباع. اليوم خرجوا كيروجوا باللي ان فرنسا شرات الماتش وغتسمح مقابله للمغرب انه يرسخ المفاعلات النوويه من اجل الاغراض السلميه. الله اكبر، لهذه الدرجه السذاجه. لا هذه حقيقه واقع. لهذه الدرجه سذاجه المواطن المغربي. تخرج انت كتضرب في بلادك وفي المؤسسات ديال بلادك وفي الصوره ديال بلادك، والغريب في الامر ان هاد الناس اللي كانت الصوره قبل من هذه، المصريين والجزائريين والفرنسيين، الان هما اللي كيروجوا عليك هذه المساله وكيقول لك بلي لا، هذيك ماشي صوره المنتخب المغربي، الماتش تباع، الدوله ديالك باعت الماتش. هذيك ماشي صوره المنتخب المغربي، حنا عندنا ثقه في المنتخب المغربي، هذيك ماشي صوره المنتخب المغربي. المنتخب المغربي لم يظهر بصورته، المنتخب المغربي باع الماتش. ما هو الهدف؟ الهدف خلق انقسام مغربي، الهدف ضرب المشروع الملكي الكبير في كرة القدم، الهدف تدمير المنتخب المغربي، خاصة وأن المغرب عنده كأس العالم جاية في المغرب. باغيين يدمروا لك، يشتوا لك المنتخب، هذا المنتخب اللي جمعتيه وكملتيه وكونتيه وجبتيه يعني واثرتيه، هو المنتخب العالمي اللي عندنا منتخب اقوى من المنتخب ديال كاس العالم في قطر. واش مناش خايفين؟ اقوى، نعم اقوى. عندنا منتخب اقوى من كاس العالم د قطر. شانين حمله باش يشتوا المنتخب ويدمروا المنتخب، ويوليو المغاربه كيشكوا في المؤسسات ديالهم، ويضربوا في السلقجع، ويضربوا في الجمعيه العالميه لكره القدم، ويضربوا في جلاله الملك، ويضربوا في المنتخب، ويضربوا في القميص الوطني، ويضربوا في هادشي كلشي اللي حقق الانجازات، وكاننا نهايه العالم ونهايه الساعه. تاش درنا؟ خساره مع المنتخب الفرنسي، خساره مستحقه. تا واش ردونا كراغله ولا واش ردونا مصريين ولا نهزموا ونخرجوا نبقاو نقولوا حق الماتش تباع، الماتش هذا المغرب تفاوض؟ اش من تفاوض المغرب؟ كتخربق. دابا فرنسا، المنتخب الفرنسي العالمي الذي تهابه جميع المنتخبات، الترسانة المنتخب الفرنسي اللي ما عطلش كاع عليك انت يتسوق لك، يجي يجلس معك الطبله باش يشري من عندك الماتش. سوينا هذه، تختي في راسك بزاف واقيلا. المنتخب الفرنسي اللي غير جوج اللاعبين ديالو في الهجوم، ديمبيلي ومبابي، كيساويو السومه ديال المنتخب ديالنا كامل.
اللي غير المنتخب الاحتياط ديالهم اللي يلعب معنا يعطينا 6-0. وهذه باعتراف جميع الخبراء في العالم. ترسانه في كرة القدم. تجي انت تقول هذا المنتخب جا كيتفاوض مع المغرب وشرا الماتش. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. فرنسا مسكينه ضعيفه، منتخب مبتدئ، منتخب بسيط، منتخب عادي، منتخب من الهوات، جاي عند المغرب باش يتفاوض معاه ويشري من عنده الماتش ويخليه يدوز. زوينه هذه. وزادوها شي وحدين، الماتش ديال المغرب راه كانت فيه 50 مليون دولار ديال القمار الشركات العالميه، والفيفا ما تبغيش تخرج لي سبونسور ديالها، وعيطوا للمغرب وجلسوا تفاوضوا وداروا قسمه وداروا شي حاجه. ولو شوف حكيمي في الكروار، هاد الصوره كيف شاداه، شوف حكيمي جالس كيبتسم، شوف حكيمي بعد الماتش، شوف كذا. ترى المانيا مع البرازيل خسرت ب7-1 حتى هي بعد الماتش. البرازيل امام الجمهور ديالها دخلت شداتها المانيا تلفاتها عطاتها 7-1. تا يقولوا يخرج البرازيل يقول لك البرازيل باعت الماتش. صافي شدوهم تلفوهم ماشي في اليوم ديالهم، دخلوا تالفين شدوهم دقدقوهم. كان بامكان يخسروا ب6-0. مسألة عادية بكل بساطة. علاش كتدخلونا السرطان ديال المؤامرة والسرطان الكرغولي؟ راه ما عندناش فيه شي نتيجة إيجابية، فقط خسارة في الخسارة. وهذا كينجح المؤامرة الحقيقية والخبط الحقيقي، هو تشكيك الشعب المغربي في المؤسسات ديالو وضرب هذه اللحمه، لان كل شيء خاف من هذا الرعب. واش صنفنا في محللين اجانب وفي قنوات غربيه، قال لك هاد لا سكوادرا وهذا المنتخب وهذا الشعب كياكل الغازون. هاد الشعب يعني عائلات في الملعب مع اللاعبين، هاد الشعب متكامل، هاد المنتخب متكامل. هادو ناس ديال الكره، هادو راه ماشي غير لاله زهره طلع عليهم في قطر، ولا هادو راه اكدوا الانجاز. ترى مدرب عاد جا ودخلني شاف كاس العالم، شاف فين وصلنا. ما تنساش البارح كنتي كتبورد على الماكينه ديال هولندا وعلى كندا، الدبابه الهولنديه، نسيتي ولا؟ البارح المدرب ما شاء الله، المدرب خطير عندنا. مدرب عندنا بابا شنو دار لهولندا وشنو دار لكندا، باخ يا المغرب في كاس العالم هك يا الفراجه. الا تفرجتي تمتع، شوف المدرب كيف داير، شوف اللاعبين، شوف شدوا هولندا قراوهم في كرة القدم، شدوا كندا قراوها، شدوا. برافو السيوابي، برافو الدراري ما شاء الله. المقابلة ديال فرنسا قال لك المدرب زيرو، المدرب خصنا نديروا اطاحه بالمدرب ونبدلوا المدرب. على 3 شهور عاد جا وصلنا كاس العالم ودرنا قال لكم على المدرب ما واكلش. المدرب باع الماتش والمدرب باعنا فرنسا، دخلوا فيها خيانه، دخلوا فيها امور كبيره. هادشي منين جاي؟ شكون اللي جابو؟ هذا هو السؤال المطروح. شكون اللي جاب لنا هذه الحمله؟ اليوم فرنسا عرفتوا شنو حاطه فرنسا اليوم فرنسا شالنا حرب على بونو، باغيه تدمر لك المنتخب ديالك حتى في المستقبل. حرب على بونو كاينه اليوم، وكل التضامن مع بونو، وحرب على حكيمي اليوم. شدوا الابتسامه ديال حكيمي مع ذاك اللاعب، راه رغم امور خطا او ماشي خطا، مساله مهمه متقبله او مقبوله، وجاو كيديروا الماكينه، كيستغلوا بعض الامور وبعض المقاطع وكيزيدوا يشحنوها وكيعطيو هذاك الزخم الاعلامي والتحريض. شحن بغينا المغاربه يخرجوا كيقطعوا بعضياتهم. هاد المغاربه اللي ديما فرحانين، وهاد المغاربه اللي ديما في القمه في الاقتصاد، في السياسه، في النظام العالمي، في كره القدم، قهرونا افريقيا وعربيا وفي جميع الامور. هاد المغاربه خاصنا نشتو لهم داك اللحمه الداخليه، ما نفرحوا حتى نشوفوهم كيضربوا في المدرب ويضربوا في الجامعه الملكيه لكره القدم ويشنوا حرب على القجع اللي طيح جميع ويردوه انه باع وانه دار وانه دار، ويضربوا في بونو ويضربوا في الحكيمي ويضربوا في كل شيء ويفرقوا لباباهم الشمل، باش حتى واحد ما يبقى يبغي يجي يلعب القميص الوطني ولا المنتخب المغربي. ندموا داك المغاربه ما يعاودش شي واحد يضرب المنتخب، ونطيحوا هذا النجاح ديال الكره المغربيه اللي وصلت للدومي فينال وما راضياش وما عجبهاش الحال، ووصلت للربع وواصله بين 4 المنتخبات العالميه في العالم ومكلاسيه، وخارج من كاس العالم من كلاسي الخامس عالميا. دابا داز يومين ديال الغضب اخي المغربي اللي كيكمل الله يعفو عليه، شعلتي كارو بردتي